ذكاء اصطناعي عرب جي بي تي عربي. بص بقى، خلينا نبدأ بسؤال خفيف كده. هو انت اخر مرة فتحت الموبايل كنت داخل تعمل حاجة مفيدة ولا تشوف الوقت وخرجت بعد ساعة ونص؟ استنى السؤال ده، ما تجاوبش دلوقتي، خليه في بالك وركز معايا شوية. احنا عايشين في زمن التطبيقات. تطبيق يصحيك، تطبيق ينيمك، تطبيق يحسب لك اكلك، وتطبيق يقولك انت متضايق ليه. بس خليني اقولك الحقيقة، المشكلة مش في التطبيقات، المشكلة في ازاي بنستخدمها. وانا النهارده بكلمك كشخص صاحبك وخايف عليك، بقولك التطبيق ده لو استخدمته صح هيخفف عنك، لو استخدمته غلط هيضيع وقتك وانت مش حاسس. تطبيقات بقت جزء من حياتنا اليومية، طالب بتذاكر، موظف بتكتب وبتنظم شغلك، صاحب شغل بتسوق وبتكلم عملاء. حتى وانت زهقان التطبيقات بتيجي تدخل دماغك وتطلعك من المود. ومن هنا دخل الذكاء الاصطناعي. مش ذكاء يخوف ولا خيال علمي، ولا ذكاء بيقولك قولي انت عايز ايه وانا اساعدك. ومن هنا يظهر عرب جي بي تي، ذكاء اصطناعي عربي. تطبيق معمول عشان يفهمك ويفهمك، يفهم كلامك وطريقتك، مش انجليزي تقيل ولا ترجمة غريبة. عربي واضح وسهل وقريب منك. تقدر تستخدمه في حاجات كتير، تسأل سؤال، تخليه يكتبلك موضوع، تلخص درس، تنظم فكرة مشروع، حتى رسالة بسيطة مش عايز شكلها متلخبط. طريقة استخدامه سهلة، تفتح التطبيق تكتب سؤالك كأنك بتكلم صاحبك وهو هيرد عليك. بس اسمعني في النقطة دي، ودي مهمة، وما تكسلش وما تسألش سؤال عام. ما تسألوش سؤال عام، ما تقولوش اكتب لي اي حاجة، قوله انت عايز ايه بالضبط. حدد سؤالك، لان كل ما سؤالك كان واضح اجابته هتطلع ادق وافيد. من مميزات التطبيق انه عربي، ودي حاجة كبيرة خصوصا لناس كتيرة. كمان سهل، مش محتاج خبرة، وفي نسخة مجانية تشتغل معاك. بس خليني اكون صريح، مفيش تطبيق كامل، النسخة المجانية ليها حدود واحيانا الردود بتكون عامة شوية. وده طبيعي لان التطبيق في الاخر مشروع، مش شغال ببلاش لله ولله. وهنا السؤال اللي بيجي في دماغك ودماغ ناس كتيرة، هو المطور بيكسب ازاي وتطبيق مجاني؟ الإجابة بسيطة، إعلانات، مميزات مدفوعة، وقيمة استخدامك للتطبيق نفسه. يعني انت بتدفع وقتك مش فلوسك، والنقطة دي ناس كتيرة مش واخدة بالها منها. أما عن رأي المستخدمين، أغلبهم متفق إن التطبيق ده سهل وبيفهم العربي كويس ومفيد للطلبة والناس اللي شغالة كتابة. من شكاوي في حدود النسخة المجانية، وده رأي متكرر وطبيعي لو بتدور على بدايل في تطبيقات زي شات جي بي تي، جيميناي، كو بايلوت. بس مش كلهم بيفهموا العربي بنفس السلاسة. نصيحتي ليك، ما تخليش التطبيق يسرق وقتك، خليه يخدمك. وحدد وقت، حدد هدف، واسأل السؤال الصح. ودلوقتي نرجع لأول سؤال، ليه دخلت تشوف الوقت وخرجت بعد ساعة ونص؟ مش عشان الموبايل وحش ولا التطبيقات وحشة، عشان انت ما كنتش سايق. استخدم التطبيقات بس خليك انت اللي سايق وماسك الدركسيون. لو استفدت مني، شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واستنى تاني تطبيق جديد عشان اقولك الجديد والمفيد في عالم التطبيقات. لينك تطبيق هتلاقيه في الديسكريبشن.